أهلا بكم من جديد وجدت ترحاب بضيفي، وأعود لأستمع إلى رأيك بما تفضل به الدكتور مصطفى. يقول بدك تمكن الأحزاب يجب أن تبدأ من مجلس النواب، في نظام داخلي. يعطيني وقتي كحزب أني أخرج ألقي كلمة باسم الحزب الذي نجح على مستوى الوطن، أعطي في برامجي على أقل تقدير حتى تستعملها الحكومة. يعني بلا شك اللي حكاه الدكتور مصطفى العماوي، وهو قامة قانونية سياسية محترمة نعتز بها فعلا 100%. اليوم انت بدك تشرع للأنظمة تكون موجودة تساعد العمل الكتلوي وتساعد العمل الجماعي وتساعد العمل الحزبي. اليوم النظام الداخلي هو اللي بيأسس لكل شيء. يعني بدنا نتفرج على البرلمانات برا ما بكونوا حاضرين جميع النواب، قد يكون رؤساء الكتل او مندوب الكتل موجود بصوت عنهم وهم مش موجودين مثلا، واعطاء وتوسيع الصلاحيات للكتله انها تحكي باسم واحد ما يحكيش اكثر من واحد، برضه هذا شيء كثير كويس. اليوم التجربه الحزبيه يا اخواني وزملائي والمشاهدين والمستمعين اللي بنوجه لكم كل التحيه، التجربه الحزبيه ما زالت في بدايتها، واقصد يعني بدر الحكم عليها. احنا ماشيين احزاب عليها 1,500,000 دين عادي، شو عمرها سنتين، عمره ما كان الدين عمره ما كان سيء. لحزب عمره سنتين، ما ايش يعني حزب عمره سنتين شكل اسم شكل رقم وطلع له 3 نواب على القائمه انا ما بقصد حزب بعينه، انا بحكي عن حزبي. انا دائما عشان هيك بحكي عن الحزب تبعي، ولكن بدي احكي لك شغله. اليوم بلا شك الواحد شاعر انه في عصي، في ناس بحط على عصي في هالدواليب، وكانهم مش حابين لا تكون الحياه الحزبيه جديده انها تنجح، مش حابين تشوفها انها ناجحه. هناك في قوى شد عكسي وين ما كان موجودين في اي بلاد يعني، وبلدنا موجودين فيها قوى شد عكسي، مش حابين للاحزاب انتاج التجربه الحزبيه انها تكون ناجحه بشكل. مين هم؟ هاي بدها حديث وبدها حلقه. مين هم؟ بدها حديث وبدها حلقه خاصه. اليوم الاحزاب بلشت في بعض. اليوم بآمن اليوم ماشي احنا تنافس، كاحزاب لا ماشي. تنافس كان مش تنافس حقيقي، هذا مش تنافس لحب الوطن، كان تنافس التكسير. الاحزاب بلشت ببعض، الحزب الواحد كان جواته مشاكل في ديمقراطيه. لا مش في فرق بين الديمقراطيه الراي الاخر مطلوب وهو الشيء الايجابي، ولكن في ناس كانت تهدف الى تكسير، لانه في ناس لهم مصالح ضيقه بتكون موجوده، شخصيه خلينا نحكي اكثر من هذا اليوم. بس لكن احنا معنيين جميعا راح نضلنا وراء التجربه الحزبيه، راح ننجحها. سيدنا طلبها واحنا مقتنعين فيها، لانه شفنا العمل الفردي. انا كنت في برلمانين قبل هيك، العمل الفردي والعمل الحزبي ما بنصورش شيء. صحيح انا راضي عن ادائي، بس لكن شو هل انتجت؟ هل سويت شيء لبلدي بشكله الكامل؟ لا، ما في. فاليوم الشيء الحقيقي والمسار الحقيقي انه نمشي في الاحزاب حتى نمشي في بلدنا. يعني سيدنا لما بوجهنا لشيء بوجهنا تحديد شيء معين، بكون شايف شيء احنا بكون عنده كل التصفايه عنده، وبكون هو جابها. اليوم تحكوا عن الشباب. انا بدي ادعي تلفزيون المملكه عند حزب اراده، في عندنا كل اسبوعين تعليله اسمها تعليله الشباب. تعالوا شوفوا شباب ارادي مكنوهم مكنين. انا اليوم جاي عندك على الحلقه، انا حاكي معهم. انا حاكي معهم، ماخذ ملاحظات منهم. قلت لهم شو بدكم احكي؟ اعطوني جزء من الحكي اللي قاعد بحكيه. شو بدهم يحكوا عن الشباب؟ بيحكوا انا بدعي قناه المملكه تيجي اي يوم، اعطيها الايام اللي بتيجي فيها، واي يوم تيجي تحضر تعليله الشباب، وتشوف الشباب كيف متمكنين، وتشوف الشباب كيف بيشتغلوا، والشباب كيف عندهم افكار. واحنا اليوم راح نرجع خطوات في المستقبل، راح نرجع خطوات وراح نقدم هاي الشباب الى الامام.